نسمع بقى ومنتظرين القرار. استاذ عمرو، ممكن اقول لك استاذ عمرو، احساس، ممكن اقول لك احساس. استاذ عمرو، اتفضل. مناشده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو حل مشاكل كبيره جدا في مصر. لما كان عندنا مشكله في النقل وفي القطارات بالتعليمات منه حلها. لما كان عندنا مشكله في الطرق واكبر شبكه طرق في الشرق الاوسط دلوقتي هو اللي حلها. لما المواني فيها مشكله هو اللي حلها. 30 40 مليون زملكاوي مستنيين مساعده حضرتك. في اوضح من كده؟ لا، هو الرئيس كمان يعني لو في امر قانوني الرئيس ما بيتدخلش فيه. موافقين. ارجوك لو ما فيش حاجه قانونيه لو سمحت، ده انا هطلب طلب اضافي، لان سمعه الارض اتضرت. سمعه الارض لو اتضرت. المواد اللي احنا جايبينها اللي هتبوظ. لا هو انا لما اجي ان شاء الله انا استرد الارض ان شاء الله. اقول لاي حد تعالى ادخل معايا بقى، يقول لي لا يا عم انتوا نادي كله مشاكل، ادخل معاك وبعد كده يقف البنا تاني وفلوس تضيع. فاحنا محتاجين دعم زياده. ده انا منتظر الارض دي وارض تانية في التجمع. ساعدوا نادي الزمالك لمصلحه الرياضه المصريه. لما النادي الاهلي حصل فيه مشاكل اللي وقف معاهم الزملكاويه. اللي عين الفريق مرتجي في النادي الاهلي لما كان عنده مشكله عبد الحكيم عامر الزملكاوي. عشان الرياضه هي المتعه انك تلعب لوحدك. يبقى عندك نادي واحد. لا ولا انا برضو يا فندم، انا مش عايز ابص فيها للمنافسه. مش منافسه. انا عايز ابص رياضه فيها رياضه ان دي ملكيه الدوله.